عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم واحد الموضوع اللي يمكن تستافد منه اي وحده فينا، والاكيد انه ممكن يهم اي وحده فينا. الموضوع ديالنا البنات هو لو لازير. مي قبل ما ندوي لكم على لو لازير البنات، بغيت نوضح لكم واحد النقيطه اللي مهمه بالنسبه ليا. شوفوا يا البنات، انا ما طبيبه، ما فقيهه، ما عالمه. انا واحد الانسانه اللي عزيز عليا نقرا وعزيز عليا نبحث. فبغيت داكشي اللي قلبت عليه وداكشي لي زانفورماسيون اللي جمعت بغيت نبارطاجيهم معكم باش تعم الفائده. ما علينا يا البنات. بالنسبه له لازير كتعتبر واحد التقنيه طبيه محضه، يعني ماشي اي واحد البنات جا ممكن انه يدير لنا لو لازير، لا، خاصنا نمشيو عند طبيب مختص اللي كيخدم بلي ماشين اللي هما سوفيستيكي، يعني آلات متطوره، شي حاجه دوريجين. المهم البنات، لو لازير كتعتبر تقنيه طبيه محضه موجوده هذه اكثر من 20 عام، واللي كتعتبر أشعة غير متأنية، يعني أنها عبارة على واحد الضوء كيطلق الحرارة على البشرة، وبالتالي كيقتل لنا وكيدمر البصيلات ديال الشعر بنسبة اللي تقدر توصل حتى 80%. وهذا لو لازر هذا البنات كيدار على مدار بزاف ديال الجلسات اللي يقدر توصل حتى ل 8 ديال الجلسات، وهذا الشيء على حسب النوعيه ديال الشعره ديال كل وحده فينا. فباش ما كانت الشعره كحله وغليظه بزاف، وباش ما كان اللحم بيض، باش ما الحصص ما كطولش بزاف، وكينقص لو ريسك ديال الاحتراق ديال البشره. يعني فاش كيكون اللحم بيض والزغبه غليظه بزاف وكحله، كينقص الريسك ديال الاحتراق ديال البشره ديالنا. مزيانه البنات، دابا غندوي لكم على الناس اللي كيتمنع عليهم اولا اللي كيتمنع يدار ليهم لو لازير. غنبدا بالناس اللي ان فوا تمشي عند الطبيبه ولا عند الطبيب اللي غيدير لك لو لازير، غيقول يقترح عليك حوايج اخرين من غير لو لازير. بحال الناس اللي عندهم الزغبه، يا في القهوي مفتوح، يا الزغبه كتكون عندهم شهبه بزاف، يا عندهم الشعره في الحمر ولا في شي لون اللي هو مفتوح ما غامقش. هادو الطبيب كيقترح عليهم حوايج اخرين من غير اللازير. من غير هادو كاينين الناس اللي عندهم البرص كيتمنع عليهم انهم يديروا اللازير، الناس اللي عندهم الالتهابات في الجلد، المراه الحامل ممنوع عليها انها دير اللازير حتى تولد ان شاء الله. واش اخر، الناس اللي عندهم واحد المرض ديال الدم كيتسمى ليموفيلي، بالاضافه للناس اللي معرضين لاشعه الشمس، اي الناس اللي تبرونزاو والناس اللي يلا خارجين من الحمام ديجا لابو ديالهم كتكون باقا رطبه، هادو كيتمنع عليهم اللازر حتى الغد ليه ولا تدوز يومين، ديك الساعه يقدروا يديروا اللازر ماشي مشكل. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا يمتى الفتيات الصغار او الدريات الصغار ممكن انهم يديروا اللازر، فالفتيات البنات مسموح لهم يديروا اللازر بعد فتره البلوغ، اي من بعد 16 سنه، لحقاش فتره البلوغ وسن الياس هما فترات بالعمر حساسين واللي كيعرفوا تزايد نسبه نمو الشعر. مزيان البنات، دابا دوينا على الموانع ديال استعمال اللازير. دابا غندويو على الاسباب ديال عدم الحصول على نتائج مرضيه عند استخدام اللازير. يعني الواحد ينفصل الحصص ديال اللازير ديالو ما لقاش النتيجه المرغوبه، يعني باقي الشعر كاين بكثره، باقي الشعر مبرزت لواحد. فشنو هما الاسباب اللي ممكن انهم يخليو اللازر ما ينجحش معانا؟
من بين الاسباب اللي لقيتها البنات كاين تكيسات المبيض. تكيسات المبيض من الاسباب اللي كينتجوا على النمو ديال الشعر بكثره. ومن بين العلامات ديال تكيس المبيض ظهور الشعر في البطن ديال المرأة وفي الثديين. المهم على في البطن بكثره، يعني المنطقه ديال البطن كيكون فيها الشعر بزاف. حاجه اخرى من غير تكيس المبيض كاينه الغده الدرقيه. الناس اللي عندهم الغده الدرقيه عندهم مشكل ديال تزايد نمو الشعر، بالاضافه لارتفاع نسبه هرمون الذكوره لدى المراه. كاينين عيالات اللي عندهم النسبه ديال هرمون الذكوره في الجسم مرتفع، بالاضافه للحساسيه بصيله الشعر. كاينين ناس عندهم الحساسيه في البصيله الشعر، فإن فوا كيديروا لازر ما كيوالمهمش، ما كيوافقهمش. كاينين عاوتاني ناس اللي عندهم زياده نمو الشعر وراثي، يعني عائلتهم كامله كلشي داير هكا، كلشي مشعر، كلشي فيه الشعر، فداك الشيء عندهم وراثي. اون فوا واخا يدير لازير، واخا يدير ما عرفتش اش، اون فوا واخا يساليه كيرجع ليه الشعر عاوتاني. مزيانه البنات، هادو هما المشاكل اللي ما كيخليوش لينا اللازر يعطي النتيجه الفعاليه اللي نورمالمون خاصو يكون عطاها بالنسبه لواحد المراه ولا واحد الراجل اللي عادي. فشنا هو الحل؟ اكيد الحل الاول بعد الناس اللي مرض سواء بالغده الدرقيه، سواء بتكيسات المبيض، سواء بارتفاع هرمون الذكوره، خاصهم يلجؤوا للطبيب المختص يعطيهم الدواء باش يداواو، باش يعالجوا المشكل من الساس ديالو كما كيقولوا. الحل الثاني البنات هو انهم الواحد اللي كيعاني من تزايد نمو الشعر، اللي ما عندوش واحد من هاد المشاكل اللي ديجا ذكرت، خاصو يضعف، ينقص من الوزن. علاش البنات؟ غتسولوني علاش؟ لحقاش باش ما الدهون نقصوا من الجسم ديالنا، باش ما قوه الانسولين عندنا في الجسم كتنقص، دونك اوتوماتيكمون النسبه ديال هرمون الذكوره كتنقص، فبالتالي اوتوماتيكمون كتنتظم لينا الدوره الشهريه، وكيرجعوا الامور كيرجعوا المياه للمجرى ديالها كما كيقولوا. هذا الحل الثاني. بالنسبه للحل الثالث البنات، هو كاينين اطباء اللي كتمشي عندهم اطباء، يعني ضروري الاستشاره ديال الطبيب ديالك. كيعطيك الطبيب استعمال حبوب الحمل. علاش؟ لانها كتقلل نسبة الذكورة من المبيض بنسبة تقدر توصل حتى 50%. فهذا ما كان البنات، نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف. كنتمنى ان شاء الله تدعموني بلايك وبمتابعة، واسال الله لي ولكم التوفيق.